تفتكر ايه اللي ممكن تلاقيه مدفون جوه الجبل؟ دهب، تماثيل، او مومياوات؟ طب لو قلتلك ان في مقابر كاملة لملوك مصر محدش شافها ولا لمسها من آلاف السنين، ومقابر مدفونة في وادي الملوك بس مش مكتوبة في أي كتاب ولا حتى في خرائط البعثات الأثرية، وناس بتموت وهي بتحاول توصل ليها، وناس تاهت في قلب الجبل ورجعت تحكي عن ممرات ملهاش نهاية. النهاردة هحكي لك حكايات ما بين الحقيقة والخيال عن مقابر مخفية في قلب منطقة وادي الملوك. ودلوقتي نبدأ نسأل سؤال منطقي جدا: ليه وادي الملوك وليه المقابر دي بالتحديد؟ زمان في عهد الدولة الحديثة قرروا الفراعنة ان هم يبطلوا فكرة بناية الاهرامات الضخمة اللي كان ممكن لصوص الاهرامات او لصوص الاثار يسرقوها بسهولة. قالوا لا، احنا هنحفر قبورنا جوه الجبل في مكان صعب الوصول ليه وصعب حتى ان الناس تلاحظ وجوده، وهنا اتولد وادي الملوك. بس وادي الملوك اللي احنا نعرفه هو الجزء اللي اتكشف بس، انما في وادي تاني عبارة عن ممرات جانبية وشقوق صغيرة في قلب الجبل ووراها مقابر لسه محدش قدر يلاقيها او حتى يلاحظ وجودها لحد النهاردة. ودلوقتي هنبدأ نتكلم عن اسرار الممرات الجانبية. وفي سنة 2008 بعثة أثرية فرنسية لقت فتحة جانبية صغيرة جنب مقبرة الملك رمسيس التاسع. الفتحة دي كانت بتودي لممر ضيق جدا، وبعد ما حفروا جوه الجبل ده اكتر او جوه الممر ده او الفتحة دي اكتر، لقوا نقوش غريبة مش مكتوبة في اي سجلات. نقوش بتقول ان في ملك تاني كان مدفون جنب الملك رمسيس بس ملهوش اسم او اسم متذكرش في النقوش دي. المقبرة دي كانت بتتجه ناحية الجنوب، ودي كانت حاجة مش معتادة لان اغلب المقابر الفرعونية المفروض ان هي بتتجه ناحية الغرب، وده اللي خلى بعض العلماء او مجموعة كبيرة من العلماء يقولوا احنا قدام اكتشاف ممكن يغير فهمنا كله لوادي الملوك او عن الحضارة المصرية القديمة. ودلوقتي هنبدأ كلامنا عن المقابر المغلقة بشكل ابدي. في نظرية بتقول ان في مجموعة من الملوك اتدفنوا في مقابر مزدوجة. يعني ايه؟ يعني مدفونين في مكانين، مكان دفن معروف ومكان تاني مخفي عن الناس كلها. طب ليه؟ عشان يحافظوا على اسرارهم مع جثثهم وعلى الكنوز اللي اتدفنوا بيها. وواحدة من المقابر دي في توقع تكون تحت مقبرة الملك توت عنخ آمون نفسها، والعالم نيكولاس ريفز قال ان في اشارات في الجدران بتدل ان في ابواب مخفية لسه ما اتفتحتش، بس المشكلة ونقطة الضعف في الابواب دي ان فتحها ممكن يدمر المقبرة كلها او يدمر كمان مقابر مجاورة او يهشمها بشكل كامل. ودلوقتي بقى هنبدأ كلامنا عن الكنوز اللي ملهاش وصف. المقابر المخفية مش بس اماكن دفن، لا دي كهوف، وكهوف مليانة ذهب وتماثيل ومخطوطات ومجوهرات، وكل قطعة فيهم تساوي ملايين الدولارات. بس الأهم من الفلوس هي القيمة التاريخية للقطع دي. وفي تماثيل بتشرح طقوس محدش يعرفها، وفي توابيت مكتوب عليها أسماء ملوك مش مذكورين في أي بردية أو مخطوطة. ده غير إن في برديات كانت بتستخبى مع الجثة أو موجودة مع الجثة نفسها عشان تحكي للملك ازاي يكمل رحلته في العالم الاخر. ودلوقتي هنبدأ نتكلم عن لعنة المقابر اللي ملهاش اسم. وعلى فكرة احنا اتكلمنا في حلقات مفصلة قبل كده عن لعنة الفراعنة، وتقدر ترجع لها واحنا شارحين هناك الموضوع بالتفصيل. بس في الحلقة دي هنختصر وهنتكلم عن نقط معينة في النقطة دي بالذات. واحد من العمال اللي كان شغال في بعثة استكشافية قريبة من منطقة وادي الملوك مات فجأة وهو نازل سلالم حجرية بتودي المقبرة مظلمة. الناس قالت ده مجرد حادث، بس الغريب ان في 3 تانيين من نفس الفريق جالهم امراض غريبة وماتوا بعديها باسابيع. وده بيرجح الكلام عن لعنة الفراعنة اللي بيقولوا انها بتحمي المكان من اي شخص غريب بيحاول يقتحم المكان، بس الحقيقة محدش يعرفها لحتى النهاردة. ودلوقتي هنبدأ الكلام عن مقبرة الملك الغامض اللي محدش عارف اسمه ايه. في اشاعات قوية جدا بتقول ان في ملك عظيم جدا حكم فترة قصيرة بس عمل حاجات
حاجات جبارة حرفيا، بس اسمه للأسف اتمسح من كل السجلات. والملك ده مدفون في مكان مش موجود على اي خريطة اثرية. الخريطة او المكان بتقول ان هي جوه ممر بيوصل لمقبرة من 5 مستويات تحت الارض. المقبرة دي بيسموها الباحثين وعلماء الاثار KVX، بمعنى اخر المقبرة المجهولة، وكل اللي اتقال عنها انها مليانة كتابات عن المعلم الاول والسر الاعظم، بس للاسف اي محاولة للتنقيب عنها بتنتهي بالفشل الذريع. ودلوقتي هنبدأ نتكلم عن برديات الرعب اللي اتوجدت جنب المقابر. في بردية اتوجدت جنب واحدة من الحفر القديمة مكتوب فيها تحذير بيقول: من يخطو فوق هذه الارض سيفقد روحه في ليلة قمرية. الخط كان فرعوني وقديم جدا، وبردية كانت ملفوفة حوالين تمثال صغير، والتمثال ده كان شكله مرعب جدا. البردية دي محدش قدر يترجمها كلها، بس فيها جزء واضح بيقول: احذر ان تضيء المصباح في الممر الاسود فالظلال لها اعين ترى. هل الكلام ده اسطورة ولا واقع؟ مفيش حد قدر يأكد الكلام ده، بس وجود الكلام ده لوحده مرعب كفاية. ودلوقتي هنبدأ نتكلم عن الحفريات اللي اتمنعت فجأة. وفي سنة 2016 في بعثة أجنبية حاولت تبدأ حفر في الممر اللي تحت مقبرة الملك سيتي الأول، بس بعديها بيومين السلطات الأثرية المصرية وقفت كل حاجة وقالت ان المنطقة دي غير آمنة. بس في شهود من العمال قالوا انهم سمعوا اصوات صرخات من جوه الصخور، واجهزة التصوير الحراري وضحت غرف تحت الارض فيها تغيرات حرارية غير مفسرة. وحدوث كل ده وسرعة منع الحفر رجح اكتر نظرية المؤامرة. ودلوقتي في اخر الحلقة في سؤال منطقي جدا بيطرح نفسه. السؤال بيقول: هل هتتفتح المقابر دي في يوم من الايام؟ والسؤال اللي بيطرحه اي حد بيحب التاريخ: هل المقابر دي هتتفتح فعلا ولا هتفضل سر للأبد؟ اللي نعرفه ان التكنولوجيا كل يوم بتتطور، ويمكن في يوم من الايام نقدر نشوف اللي جوه المقابر دي من غير حتى ما نفتحها. بس لحد اليوم ده ما يجي هتفضل المقابر المخفية في وادي الملوك هي اكتر اسرار مصر غموضا، ومخبية جواها حكايات عن الملوك وسر ممكن يغير التاريخ كله. وكل ده كان جزء صغير من اسرار المقابر المخفية اللي لسه فيها حكايات كتير قوي ما اتقالتش. كل حجر جوه وادي الملوك بيخبي سر، وكل نقش ممكن يكون مفتاح لكنز او لعنة او لغز ملهوش حل. ولو الفيديو ده عجبك ما ننساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن حضارتنا العظيمة. واكتب لي في الكومنتات يا ترى لو لقيت مقبرة مخفية هل هتفتحها بنفسك ولا هتسيبها؟ استناني في الفيديو الجاي هنكمل عن حكايات الفراعنة، او في حكايات الفراعنة اللي عمرها ما خلصت.